الو، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك يا استاذ محب؟ اهلا وسهلا بك. في استغاثه وصلت لينا هنا، معاك وجيه يعقوب من موقع مسيح الان ومسيح شكر حقوق الانسان عن اعتداءات عليكم في الاراضي في البداري محافظه اسيوط. اهلا وسهلا بك. طب يا ريت، اهلا وسهلا، يا ريت تحكي لنا بس للساده المستمعين عشان اللي بيسمعوا يفهموا ايه الموضوع بالظبط. والله سعادتك احنا عندنا حته ارض هنا حوالي 12 جرام في بندر البداري بجوار محكمه البداري ومستشفى البداري. تمام. مقام فيها احنا مقسمينها مع جرايدنا مع بعضينا. فيها بيت انا بنين حوالي 4 ادوار على مساحه حوالي 130 متر. ومعايا عمي تاني بيبني بينشئ يعني في بيت على مساحه 250 متر. فقاموا جماعه من البداري هنا اسمه عائله بريتم بالبداري، قاموا بزعضوا البنا اللي كان بيبني بحجه ان هم ليهم حقوق عندنا. وبعد كده جاء لجنه من اسيوط، وقعدت اللجنه عند واحد لواء هنا اسمه حمزه بيه دهشور، وقعدنا عنده في البيت عنده وعلى مرتين. والناس قالوا علشان خاطر انتوا تهدوا الوضع مع الناس دول وانتوا مش قادرين عليهم، احنا هنحكم عليكم تديهم قرشين. طب ايه السبب ان هم عايزين الارض؟ يعني عايزينها ليه وهي هم كان جدهم غفير عنا زمان وضلعناه بالأوراق الرسميه. معانا الاوراق تحت ايدنا وما لهمش اي حاجه، لا ملكيه ولا اي وضع يد من 10 سنين من 2002. وكانت عباره عن مكنه طحين، هي النص الدم كانت مقام عليها مكنه طحين. فقلنا الغفير ده كان زمان علشان يغفر الحديد، بعنا الحديد خرده ب 7-8000 جنيه واستقرت الامور ودام هم 80,000 جنيه في سنه 2002. والكلام ده في محاضر رسميه ثابته ومعنا الاوراق دي تدل على ذلك، ومعنا ملكيه للارض ومعنا كل حاجه. طبعا الثوره طبعا ما فيش مركز ما فيش حكومه، راحوا ظالمين البنا في 2002 بعد ما الامور مستقره من 10 سنين. جينا وقعدنا عملنا قعده عرفيه. اللجنه العرفيه قالت الناس دي بلاش حاجه، بس احنا عشان هدونا السر وعشان خلصكم المشوار ده هندفعكم 50,000 جنيه للناس دول وزي بعض. 50,000 جنيه كده من الهوا يعني بلط. 50,000 جنيه عفى الله عما سلف. دفعنا 50,000 جنيه وموافقين. هم قالوا لا احنا مش موافقين. يعني لا ثواني معلش، يعني انتوا دفعتوا ال 50,000 جنيه اخدوها؟ ايوه على يد اللجنه. واخدوها وقالوا بعد كده سبناها احنا. اللجنه قالت اول قعدتها قالت احنا عاوزين تامين من كل طرف منكم 1000 عشان نقعد معاكم. اذا وفرتوا المبلغ المالي احنا هنقعد معاكم، ما وفرتوش المبلغ المالي ما تبعتولناش. وفرنا احنا المبلغ المالي، جبنا 50,000 وهم استطاعتهم جابوا 40,000. تمام. وبعدنا جبنا اللجنه من تاني، فاللجنه ندهت علينا يا جماعه زي بعضه، احنا عارفين واثقين ان الناس دي بلاش حاجه، بس احنا نديهم 50,000 جنيه عشان خاطر الظروف اللي انتوا فيها، ظروف البلد، وعشان خاطر نفوسكم. احنا ممكن نحكم ونقول الناس دي ما لهمش حاجه، بس بكره هيبقى في مشاكل وهتبقى حاجه في النفس. فيا جماعه ايه زي بعض موافقين احنا اللي تشوفوه علينا، ما دام احنا نرضى بحكم الناس خلاص ماشي. فبداوا يسمعوا الحكم 50,000 جنيه. قالوا هم احنا معترضين، احنا عاوزين، احنا لنا وضع عده، احنا عاوزين ارض. قال لهم اللجنه، قالت لهم اللجنه لا الكلام ده ما حصلش، ما لكمش حاجه عندنا الزول ولا لكمش وضع عده. الكلام ده كان اتحرى حوالي 50-60 واحد على مرتين، كل مره فيها 50-60 واحد من عائله البداري. والمكان ده والقعده اللي كانت عند واحد لواء شرطه اسمه حمزه حسنين دهشور. لواء حمزه حسنين دهشور ما زال لواء الشرطه ده موجود؟ ما زال. لا هو بلد تقريبا معاش من شهر ولا حاجه زي كده يعني، هنا قريب خالص يعني. والقعده كانت عنده وهو الراجل. كل اللي انا بقوله لحضرتك ده مكتوب في اوراق رسميه، اللجنه كاتباه في ورق رسمي. تمام ماشي. وجه عم العيال الاولاد دول وقال انا غفير، انا قبلي ابويا، ولما جيت اطلع سنه 2002 الناس عطوني 80,000 جنيه، اديت 40,000 لاولاد اخويا واخذت انا 40,000. تمام. واحنا كنا غفر وما لناش حاجه عند الناس دول، واحنا كده في البراءه وسلام عليكم. ومسجل الكلام ده وعمل تخارج عن القعده ومضى على التخارج ده ان هو ملوش حاجه عند الناس دي من سنه 2002. انا في البراءه. جو بعد كده هم راحوا عاملين ازاي؟ طبعا لما رفضوا القعده بتاعتنا راحوا عاملين ازاي؟ جو في حته من ورا في ال 12 جراب دول، وراحوا عاملين سور. اول ما عملوا سور احنا طلعنا نجي على مركز شرطه البديره، عملنا محضر رقم 2091. وبعد كده طلعنا على مدير امن اسيوط، قابلنا واحد مدير مباحث جنائيه اسمه زغبو بيزا وجعلي ابو عقرب.
اتصل بمباحث البداري وقال له الكلام ده ما ينفعش وتلم الاولاد دول فطبعا ايه، لكن على حمالها زي ما هم، السوق قاعد زي ما هو، الاولاد زي ما هم في الشارع. طبعا كله تحت التهديد طبعا. النهارده معايا ابن عمي انا اسمه مجد ناصر توفيق، مهندس زراعي ويعمل مدرس في مدرسه الزراعه في ساحل سليم، واخد انفار معاه حوالي 5 افراد معاه، واخد عربيته ربع نقل، عربيه دبابه حديثه، ومع الانفار وهو هناك اعترضوه، ضربوا عليه نار، ضربوا على العربيه نار. كانوا الله اعلم قصد القتل قصد التهديد، الله اعلم. العربيه طبعا بهدله. بعد نجي على مركز شرطه البداري برضه عملنا محضر، لقينا الامر مش مستجيب قوي. طب حضرتك في حد هنا اوردوه قتيلا بتقول لي في الايميل؟ خالص مفيش قتل. مفيش قتل خالص الحمد لله. لا مفيش قتل ولا اصابه، لا قتل ولا اصابه. ده من ناحيتكم؟ في حد من ناحيتكم تاني؟ لا من ناحيتهم تاني. هم كان في معانا واحد حبيبنا كده اسمه الحاج صلاح عبد الرحيم. صلاح عبد الرحيم ده حبيبكم؟ صلاح عبد الرحيم ده ابن عمهم. ابن عمهم؟ قريبهم. ده كان متواجد في المنطقه هناك، فلما واثناء المعركه دي حاول يمسك الرشاش من ايد واحد من المتهمين اللي احنا تهمينهم دول، فايده يعني اتلسعت من الرشاش. وبعد كده جاء ابن عمي وطلعنا على مركز الشرطه وعملنا محضر. يعني هنا في ضرب نار وفي اصابه، الشرطه فين بقى من الكلام ده كله؟ الشرطه احنا عملنا المحضر بتاعنا وخدنا قرار من النيابه العامه بسؤال المشكو في حقهم بتحريه المباحث بعمل بحث معاينه العربيه من الادله الجنائيه والمهندس الفني. طبعا رحنا المركز، كل اللي عملوه خدوا المحضر ومشكلين. طب اخواننا مشكلين، طب عربيتنا احنا مش قادرين ناخدها، احنا مش قادرين نروح نجيب العربيه. فطبعا لقينا الكلام مش جاب نتيجه، فطلعنا على مديريه الامن. مديريه الامن بلغوا سامح بدرويش اللي هو رئيس مباحث البداري، رئيس مباحث مركز شرطه البداري. الراجل طلع معانا دلوقتي، خدنا عربيتين بوكسات ومدرعه ورحنا جبنا العربيه. طبعا العربيه فنارس كذا موضع فيها، من ضمن الفرقتين القدامين مضروبين، ومضروب الجزاز ومكسر الجنب، و4 5 طلقات في الباب. يعني المهندس الفني بقى يثبت هو الكلام ده كله بس. فاحنا دلوقتي احنا عارفين نطلع ولا ندخل خايفين، احنا مش قادرين نعمل حاجه. ما فيش غير احنا يعني نسيب البلد ونمشي. ما احنا يعني انا اروح الزرعه اتضرب، اروح البيت اتضرب، مش نافع الكلام. طب اتمنى ان استغاثه حضرتك يسمعها المسؤولين، وانا هحاول ان انا ابلغ بعض الناس اللي ليهم علاقه بالمسؤولين وادي لهم رقم تليفون حضرتك يتواصلوا معاك. مفيش مشاكل. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا حبيبي. طمني بس عليك يا استاذي لو في اي حاجه. يا رب يخليك. مش نمر سعادتك انا نمرتي بالظبط. وجيه يعقوب مع حضرتك. شكرا يا مجدي. العفو يا استاذ محمد. شكرا. اتفضل. مع السلامه.